السلام عليكم. بس اليوم حبيت أسوي درس على طريقة قص الصورة بيها، يعني صورة ممتازة، ونقول مال محترفين إن شاء الله. يعني إحنا عندنا أصعب شي بطرق قص الشعر اللي يطلع، يعني هذا اللي تشوفوه. طبعا أنا الصورة هسه قصيتها بس أوريكم يعني شنو اللي أنا أريد أقصده من الدرس. هسه حرجع أسوي الصورة مثل ما كانت. أوكي. بداية كل عمل مثل ما قلت لكم كروتين اعتيادي، توخرون القفل اللي موجود على الطبقة، والطريقة هي تدوس كليكين وتقول له اوكي للهاي السرعة. عندكم هسه نستخدم الأداة اللي يعني أنا أنصح بها دائما، كويك سelection تول، اللي هي تحدثت من للماجيك ويند تول. يعني كانت هاي بس موجودة، بعدين تطورت بالكويك سelection تول بالسي اس 3. فأنصحكم باستخدامها لأنه كلش يعني صدق سحرية. نختارها، وعندك هاي الدوار اللي تحدد بيها اذا تريد تكبرها وتصغرها. طبعا اكو طريقة اللي هي من هنا تدوس وتكبر وتصغر، بس ليش تدوخ روحك؟ دوس دال للتكبير وجيم للتصغير اللي موجودة بالكيبورد. هسه مثلا هاي دس الدال كبرته، ومن هنا هماتين شاس التحديد. هسه كملت التحديد الاول، يعني مو تحديد كامل. هسه تلاحظ انه عندنا تحديد داخل للوجه من هنا ومن هنا. فالطريقة انه اللي نوخرها، خلينا نصغر شوية الدائرة. الدوس الت اللي موجودة بالكيبورد، من تدوسها تلاحظون شلون تصير الزائد ناقص. اي هاي الناقص حتصير حتخلي التحديد يعني معكوس، يعني يطلع لي برا. يعني شوف هسه من حدوس هنا، يعني شوف شلون دا يرجع المكان الغلط، دا يرجعه. اي من هنا هماتين. هذا طبعا كله انت وداس الالت، يعني مو تعوف الالت من تريد تطلع التحديد الداخل. ومن هنا زين، من هنا شوية، من هنا. هسه يعني لحد الان اوكي. هسه الخطوة الثانية اللي هي اللي المقصود منها انه شلون اطلع الشعر بالصورة. هذا الطالع يعني شوية صعب بالتحديد، فاحنا ما نستخدم يعني كويك سelection تول وهذا السوالف. راح نستخدم هاي الاداة اللي فوق، اللي هي عن طريقها حتسوي التحديد مالتك على شكل قناع. هذا القناع راح هو يكون التحديد اللي راح يتكون على الصورة. وراح نستخدم مثل هسه حنشوف هسه من حدوسه صارت طبقة ملونة. هاي الطبقة الحمراء راح تتحكم بالتحديد عن طريقها، وباستخدام أداة الفرشة والمساحة. الفرشة راح يعني مثلا هسه هاي الشعر راح شو يصحوا لها، مثلا الدائرة ما تكبر بالدال والجيم، هاي يعني شي اعتيادي. راح احدد الشعر اللي اريده اني يظهر مثل ما تشوفون. مم. طبعا انا انصحكم دائما باستخدام الاختصارات مال الفوتوشوب. ان شاء الله في يوم انزل لكم. يعني هي يعني افضل طريقة اذا تريد تسرع تصميمك وروتينك يكون ابسط واسرع واسهل. هسه من هنا كل زين، من هنا هماتين. هسه ماكو شعراية ما حددتها. من شوية هماتين. اوكي. هسه احنا خلصنا التحديد اللي اريد. هسه اكو شغلات داخله بالصورة، يعني عندك هنا البياض اللي موجود بالخلفية داخل الشعر اريد اوخره. اروح استخدم المساحة. بس هنا عندك يمكن اي اي هسه اروح استخدم المساحة. هماتين التكبير والتصغير مالتها بالدال والجيم. تلاحظون شلون دا امسح الزايد. يعني هو شي بسيط، بس المهم انه انت تتعود عليه، وبالتطبيق تصير ممارسة عندك، فيكون الروتين سهل عليك، ايدك تاخذ على الشغلة. كل زين من هنا. طبعا هاي مو اخر خطوة، طبعا خطوة اللي هي اضبط شي اللي آه الامر اللي انضاف في السي اس 5 رزار 12. من هنا هماتين. كل زين. هسه من بعد ما تخلص تحديد ترجع تدوس على هاي الدقمة. شوف هسه التحديد مالتك اللي حددته كله موجود هياته. هسه الخطوة الأخيرة شو راح نسوي؟ ندوس رايت كليك
لا العفو، تروح على أداة التحديد، يلا دوس رايت كليك، يعني كل رايت كليك ولا شغل. رايت كليك، ريفرين ايدج، اللي هو قلت لكم جديد، اللي هو سمارت ريديوس. من ندوس عليه، انا نقول هذا شنو، ياخذ الاطراف العشوائية، مثلا هذا اللي عنده شعره سبايكي ياخذ الشعرات الواقفة، اي شغلات، يعني شغلات يطلع اللي يصعب يعني انت تحديدها يعني بصورة آلية. طبعا لان الصورة قريبة راح اختار يعني نقول 8 بكسل. بس اذا الصورة بعيدة اللي تريد تحددها ما انصحك الا اكثر من الاثنين، لانه يقوم ياخذ من الجسم اللي تريد تقصه. وفتر نقول رقم، نقول 2. انت لحد ما تشوف، يعني انت هذا عندك لحد ما تشوف هذا الشكل اللي انت تريده، يعني حسب اللي انت ترغب بيه، وتقول له اوكي. هسه صار التحديد اتغير شكله. من حنروح ندوس ديليت. طبعا ديليت، هاي القفل من حشيله. ديليت راح يوخر الصورة يخليها مفرغة من اللي ورا، بس اذا تبقي القفل وتدوس ديليت راح الصورة يعني تصير اللي حيمسح حيخيرك، لو تقول له لون معين، لو طبقة معينة، يعني هو تصير. فانصحك قبل توخر القفل، هاي اللي قلت لك عليه. هسه تدوس ديليت، شوف هسه الطريق القص اللي صار، الشعر كله ظاهر والخلفية ممسوحة يعني بصورة ممتازة. هذا اللي يعني ردت اني اشرح لكم، ان شاء الله استفاديتوا منه. الدرس الجاي ان شاء الله راح اشرح طريقة تصفية البشرة بروتين، يعني مالتين سهل وممتاز. واتمنى خدمتكم، وتحياتي للجميع.